يمكن البعض مننا في الفترة الأخيرة سمع عن موضوع إنه يا ترى كاميرا السيلفي اللي موجودة في الموبايلات أو موجودة في اللابتوب ممكن فعلا تكون وسيلة للمراقبة علينا، لدرجة إن الناس بقت تحذر نفسها. خلي بالك ممكن تحط زي ستيكر أو أي حاجة على الكاميرا، خلي بالك ما تدخلش بيه الحمام، خلي بالك خلي بالك. يا ترى الكلام ده بالفعل حقيقي ودقيق علميا ولا ممكن يكون فيه مبالغة؟ مش بس ده التساؤل اللي أكيد بنطرحه النهاردة في موضوع جرائم الإنترنت والحديث عن أغربها وكمان أشدها تطورا، لكن خلينا نتكلم إنه دائما الحديث الحقيقة بيصب في إنه يا ترى من حق الحكومة إن هي تراقب مواقع التواصل الاجتماعي ولا لا. مرة أخرى أنا بقول إن كان ده هام فالأهم منه أو على الأقل في نفس سياق الأهمية نناقش بالفعل إحنا إزاي ممكن مش الحكومة هي اللي يكون ليها الحق أو لا ده إزاي ممكن يكون أشخاص فرادة هم اللي بيخترقونا وإحنا مش عارفين، والأشخاص دول هل ممكن يكونوا من نفس بلدنا ولا من أجهزة استخباراتية دولية؟ ويا ترى بالفعل هل إحنا كأشخاص عاديين ممكن يكون في مصلحة لحد آخر أيا كان بقى شخص أو جهة إن هي تراقبنا بشكل أو بآخر؟ ممكن يكون ده بيقابلنا في حياتنا اليومية بدون مبالغة، لما واحد بالفعل يقولك إن أنا حسابي على الفيسبوك بالفعل تم اختراقه وبيبقى حتى مش عارف مين اللي قدر بالفعل إن هو يقوم بعملية الهاكر دي على حسابه. مجموعة من التساؤلات الحقيقة العديدة، منها مثلا الصفحات الوهمية خطورتها إيه؟ كمان جرائم الخاصة بالنصب الإلكتروني إذا جاز التعبير بيتم إزاي؟ هل كمان ممكن يتم تعقبي لاصطياد مكان إقامتي، لاصطياد أسرتي، بمجرد ان انا كاتبه كلمه بسيطه بس ان انا حاليا موجوده في مكان الفلاني؟ اذا مجموعه من التساؤلات العريضه بتصب في هذا المجال، مجال جرائم الانترنت، وطبعا هنتكلم ازاي نواجهها، وهل بالفعل في تشريعات قائمه ولا لسه منتظر ان يكون في تشريعات في الفتره القادمه؟ كل ده والمزيد حالا هنتعرف عليه من دكتور وليد حجاج، الباحث في امن المعلومات وايضا صائد الهاكرز. وانا طبعا اكيد اتوقف على الجزء الاخير من التايتل. شرفتنا يا فندم، اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك معانا، وخليني ابدا مع حضرتك باول سؤال طرحته في المقدمه. الكاميرا الخاصه بالسيلفي في الموبايلات فعلا ممكن نتراقب منها يا دكتور؟ دي اسهل حاجه. اسهل حاجه. دي اسهل حاجه. وعلى فكره في ناس كتير جدا ظهرت في الاعلام في الفتره الاخيره من الاجهزه الشرطيه وقالوا ان الموضوع ده بيحصل. طبعا انا عارف ان هو بيحصل من فتره، بس هو تطور بقى دلوقتي حرفه لبعض الاشخاص ان هو بيخش يبتدي ياخد حاجات في اللي داخل للفضول، زي الشخص اللي عنده تحكم في اكتر من 1207 كاميرا بيقدر يشوف الناس في اي وقت في اي زمن. في ناس بقت واخداها حرفه للمكسب، مش شرط فضول. مكسب بمعنى مكسب مادي، يعني هو بالظبط كده. فهي بقت حرفه وليها بعض الاماكن اللي معروفه لدى معظم الجهات اللي موجوده في البلد، عارفه الاماكن فين بتاعتها وبيتم ملاحقتهم وبيتقبض عليهم، بس لازم يكون حد راح اشتكى. هي المشكله الرئيسيه ان في ناس ما بترضاش تروح تعمل محاضر. الناس بتقلق، بتخاف بقى على سمعتها، بتخاف على الدوشه، مش عايزه اروح القسم واعمل محضر. لكن لو حد راح لا، بيتم تتبع الناس دي وبتتجاب. طيب السؤال اللي اكيد دلوقتي ممكن يكون بيدور في عدد من يعني رؤوس مشاهدينا، تمام. اي شخص ممكن يستهدف كده عشان يتم ابتزازه، ولا شخصيات بالفعل معروفه عنها ان هي ثريه وتقدر تدفع؟ لا مش شرط. لا مش شرط. لان هو الموضوع باختصار هو بيعتمد على حاجتين. نمره واحد على قله معلومات حضرتك او قله خبرتك بالتعامل مع التكنولوجيا، فبالتالي حضرتك بتبقى هدف سهل. نمرة 2 ان حضرتك اي حد دلوقتي يعني حسب بقى المستوى الاجتماعي، فلان ده اما هطلب منه 100 جنيه، فلان ده هطلب منه 1000 جنيه حسب. فما فيش حاجه اسمها حد يقدر يدفع ومحدش يقدر يدفع. ابسط حاجه هيقول له انا عايز 100 جنيه، ابسط حاجه يعني. فهي القصه في كده. ما فيش والله، ما هو بيبتدي يضغط على حضرتك بقى، يعني بصور بحاجات هو واخدها، لان اللي بيعمل كده ما بيعملش كده من فراغ، لا بيبقى واخد بالفعل حاجات. طب بيصوروا وفي حوادث كتيره عادي ولا ممكن كمان فيديو؟ لا، ما هو حسب بقى، ما هو انا بقول لحضرتك حسب حاجات. ممكن كمان توصل لدرجه ان هم يصورونا فيديو؟ هو ممكن يصور حضرتك فيديو بعلمك او بدون علمك. ازاي؟ بعلمك ان هو بيحصل ان بيبقى عنده هو فيديوهات سابقه التجهيز. هو اللي بيحصل بيبتدي الحوار كالاتي، ان واحد بيدعي انه واحده، او ساعات بتبقى واحده بجد، وتبتدي تفتح مع حضرتك محادثه بشكل ما وتقول لك افتح الكاميرا عشان نتكلم، كراجل بيكلم ست او ست بتكلم راجل، وياخد لقطه لوش شخص ما اللي هو بيكلمه، سواء الراجل اللي بيكلمه ده او ايا كان الشخص اللي بيكلمه، وياخد لقطه للنص الفوقاني ليه، وبعد كده بيركبه على نص تاني لفيديو اخر ويبتدي يبتزوا بيه. تمام. ده لو هو الشخص كان ضحيه. اما في بعض الاشخاص بتبقى بالفعل حصل منها تصرفات مش كويسه وبتتمسك عليها بعد كده.
بس ده الحقيقه لو في المحادثات، لكن انا بتكلم ان في دلوقتي ناس قلقانه ان هي بمجرد ان الموبايل متصل بالانترنت، انا وانا قاعده عادي ممكن ما اكونش على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ممكن اتصور. ده حقيقي. هل ده بالفعل قائم؟ طب ازاي؟ ايه هي والبرامج التقنيه؟ ب$7 و10 وحاجات كده يعني. الموضوع مش صعب خالص، وبيعتمد يعني برضو على درايه على حضرتك. الموبايل اللي عند الناس اللي بتخترقنا بيستطيعوا بالفعل ان هم لا، هو حضرتك المخترق بيستخدم جهاز كمبيوتر وبيقدر يبعت الحاجه دي لحضرتك بشكل او باخر باكتر من خدعه. طبعا الخدعه اللي الناس عارفاها ان انا ببعت لك لينك بتدوسي عليه. الموضوع بقى ابعد من كده. ممكن حد يبعت لحضرتك صوره قطه حلوه جميله كده، بتدوسي عليها تفتح هتلاقي صوره بوكي ورد، هيفتح بوكي ورد. بس هو بمجرد ما حضرتك دوستي على الصوره والصوره اشتغلت بيتحمل برمجيات خبيثه على الكمبيوتر، وبالتالي اقدر اتحكم في الكمبيوتر بتاعك او في الكاميرا بتاعت تليفونك او حسب نوع الحاجه. وده طبعا بيتطلبوا قبل كده خطوات قبليها، ان انا لازم ابقى عارف حضرتك بتستخدمي تليفون نوعه ايه، هل هو اندرويد، هل هو اي او اس. لان النهارده لما هبعت لك برنامج لازم اكون عارف نوع العده اللي بتستخدميها ايه، فلازم بذاكر الاول الهدف. يعني ما ينفعش اروح اعمل الحركه دي مع حد كهاكر يعمل كده اللي ما بيذاكر الضحيه، يذاكرها كويس جدا ويعرف اهتماماتها ايه. انا النهارده وارد لما ابعت لحضرتك صوره قطه ما تفتحيهاش، فلازم ابعت لك حاجه انا عارف انها يعني هتثير فضول حضرتك انك تعرفيها. او خدعه ان انا اجي ابعت لراجل مثلا لينك واقول له الحق من حساب يكون حد يعرفه، يعني حد عنده في الفريندز حسابه اتسرق، فالشخص المخترق اللي سرق الحساب يخش منه يبعت للشخص ده يقول له الحق ده انا شفت صوره للمدام عندك في المكان الفلاني على الانترنت في اللينك ده. فبالتالي هو حفزه انه يدوس من غير ما يبص، فبيدوس يفتح معاه صفحه شبه صفحه الفيسبوك، فيقول له حط اليوزر نيم والباسورد، يقول له ده طالب مني اسم وكلمه سر، يقول له ما عشان تفتح لازم تحط اسمك وكلمه سر. طبعا هو بيبقى واثق في الكلام لان الكلام ده جاي له من ايه؟ من حساب حد يعرفه، مش من حساب حد غريب. حساب حد يعرفه اتسرق. يعني لو انا عند حضرتك في الاصدقاء وحسابي اتسرق وحسابي دخل يكلم حضرتك وانت عارفه وليد كويس وقلت لك لا حضرتك دوسي على اللينك الفلاني، هتسمعي كلامي. هو ده اللي بيحصل. فبالتالي يخش يحط اليوزر نيم والباسورد بقى مع الشخص الاخر، اسرق بيه حسابه او ابعت له لينك يحمل برنامج عنده، او في مواقع كمان بقى بيتحط عليها سكريبتات، ويب سايت يتحط عليه سكريبت. فالمواضيع مش حاجه بسيطه، مش حاجه صعبه، الموضوع بقى حاجه بسيطه جدا. بقول لحضرتك وصلت انها بقت حرفه. يعني في ناس دلوقتي زي ما حضرتك كده بتروح تجيبي الخشب من دمياط، في مناطق معروف ان حضرتك عايزه تجيبي ناس تستغل اشخاص او يعني تضحك على حد من على الانترنت، بتروحي مناطق معينه انا مش عايز اذكرها، بس في مناطق معروفه والجهات الشرطيه عارفاها. وليه حضرتك مش عايز تذكرها؟ مش عايزين نزعل حد. رغبة حضرتك تحترم. اسمح لي في اتصال هاتفي من النائبة مريان أمير، وهي طبعا كانت في وقت سابق مساعد وزير الاتصالات. أهلا بحضرتك معانا يا سيادة النائبة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك معانا، ويمكن أنا هستغل بالفعل إنه في تعدد بالمناصب عند حضرتك، يعني حضرتك حاليا عضو في البرلمان وفي وقت سابق. الصوت مش واضح. الصوت مش واضح. أنا هحاول إن أنا أعلي صوتي قدر المستطاع. حضرتك سامعاني كده كويس؟ الصوت بيقطع. طيب لو زمايلنا في الكنترول يساعدوني، انا حالا بيقولوا لي انه ممكن يكون عيب بس في الشبكه نفسها في السيجنال. طيب برضه نحاول نتواصل وان شاء الله حضرتك يعني تسمعينا كويس. حضرتك حاليا نائبه في البرلمان، وفي وقت سابق كنت بالفعل مساعده لوزير الاتصالات، ومن هنا يمكن السؤال موجه لحضرتك بدقه بالغه. يعني اولا لانه خاص بتشريع لمواجهه جرائم الانترنت، التشريع طبعا بحكم ان حضرتك نائبه، وجرائم الانترنت كمان بحكم ان حضرتك بالفعل كنت ليكي تجربه في هذا المجال وهو مساعد وزير الاتصالات. ايه الجديد يا فندم؟ هل بالفعل في قانون حاليا بيناقش، مشروع قانون بالفعل من المرجح ان هو يتحول لقانون في الفتره القادمه خاص بازاي نواجه جرائم الانترنت المتعدده؟ هو حضرتك طرحتي موضوع في منتهى الأهمية، لأنه أصبح مش بيلمس يعني فئة معينة من الناس، ده بيلمس الجميع. لأنه دلوقتي مع هذا الانتشار الواسع للإنترنت، سواء عن طريق 3G أو 4G اللي دخل حديثا أو الإنترنت على DSL، كل الناس بتأكسس خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبة الجرائم بتزيد مع وجود عدم الوعي من المستخدمين انهم يظبطوا مثلا الخصوصيه بتاعتهم وامن المعلومات. فده بيستغل في ابتزازهم في بعض الاحيان، او في يعني سرقه الاكونتس وابتزاز اخرين عن طريق الحسابات الشخصيه ليهم. طبعا الموضوع فيه حرج وفي حاجات يعني تداعيات ومواقف اكثر شراسه كمان من كده.
القانون بطرق مناقشته، ولكن هو لسه ما دخلش عندنا في لجنه الاتصالات. والحقيقه المفروض ان هو يحول من المجلس الى لجنه الاتصالات واللجان المعنيه، ثم يناقش في اللجنه وتدرس جميع يعني ابوابه وبنوده، ثم يرجع الى الجلسه العامه علشان يؤخذ التصويت النهائي عليه، عشان لو في حد من نواب الزملاء اللي هم مش في اللجنه يقدر يبدي رايه. فهو الموضوع بياخد يعني دوره كامله، ولكن هو محطوط على الاولويات بتاعتنا، بانه زي ما قلت لحضرتك احنا مدركين تماما خطورته. طب هل ممكن ناخد من حضرتك ولو لمحة سريعة عن شكل القانون نفسه؟ المواد أهمها، العقوبات برضو أهمها، لأنه موضوع الحقيقة مش خطير، ابتدينا بنسمع بالفعل عن جرائم مش هينة. الحقيقة وأنا بس هستأذن حضرتك، ممكن لو نروح في مكان ممكن يكون فيه الشبكة أوضح شوية، لو ممكن يعني. للأسف لا. طب احنا هنحاول برضو نسمع حضرتك، اتفضلي. الو، اتفضلي يا سيادة النائبة. للأسف برضو حضرتك هو السيجنال صعبة خالص خالص. طيب احنا طبعا أكيد هنحاول قدر المستطاع إن احنا نتواصل مع حضرتك. طيب خليني أسأل حضرتك دلوقتي، حضرتك بتحذرنا إنه لو صورة ما نفتحهاش، لو لينك برضو ما نفتحوش. تمام. طب الناس اللي وقعت للأسف في الفخ وفتحت تحمي نفسها إزاي؟ هو بس في البداية أنا عايز الأول أشكر دكتور مريان عايزر. دكتور مريان أمير عايزر هي قيمة وقامة في مجال أمن المعلومات، وأنا شخصيا يعني جمعني بيها لقاء في مؤتمر كان موجود في شرم الشيخ عن أمن المعلومات. تمام. وليا تعامل معاها، ويعني هي أستاذتي. فبالنسبة للتشريع أنا جايب معايا مشروع القانون بينص على كام حاجة كده، أنا جايبهم معايا بالفعل، كنت حضرتك بتسألي عليها. بس احنا دلوقتي مش عايزين نقلق الناس، عايزين نطمنهم. لا هو يعني الموضوع بمنتهى البساطة، وبعدين نتكلم طبعا في التشريع. دي أمثلة بس كده، هو بتقول نوع العقوبات إيه وقيمتها إيه. حابب إن احنا نبدأ بيها. يعني هقول لحضرتك حاجة على سبيل المثال، ان في مثلا تكون عقوبه جريمه الاعتداء على سلامه الشبكه المعلوماتيه بالحبس وغرامه لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 500,000 جنيه، ولو وقعت الجريمه على شبكه معلوماتيه تخص الدوله او احد الاشخاص الاعتباريه العامه او تضار بمعرفتها او تمتلكها، تكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن 500,000 جنيه. الغرامات والفترات بتاعت العقوبه بتتراوح. هنا يا فندم العقوبه اختياريه، يا اما حبس يا اما اختياريه للقاضي طبعا. يا اما حبس او عقوبه، لكن مش الاثنين. لا مش الاثنين، لان العقوبات اللي موجوده هنا مثلا سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه في حاله انتحال الشخصيه، ان حد بينتحل صفه حد، في حاله ان حد استغل بيانات حد او دخل عمل له حاجه تضره نفسيا ومعنويا، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 اشهر وبغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه. طب ده كافي يا فندم في وجهه نظر حضرتك؟ لا طبعا. هو بصي حضرتك، لا هي القصه كلها مش في العقوبه. ما انا دايما بقول قبل ما نقول العقوبات ايه ونشرع القوانين، لازم انا كمواطن ابقى عارف ايه اللي يقع تحت طائله القانون وايه اللي لا. يعني في حاجات واضحه ما يختلفش عليها اتنين، بس في حاجات الناس لا تعلمها. انا ممكن النهارده الاقي نفسي حاجه من المشروع اللي موجود بتاع القانون ده تنطبق عليا وانا ما اعرفش ان دي غلط، بمعنى نتيجه سوء معلومات. انا معلوماتي مش مكتمله في حته معينه، فدخلت فاكر ان انا لما افتح اكونت واحط عليه صوره ضابط يبقى انا كده خلاص. لا بالعكس، ده انا كده بنتحل صفه ضابط، فدي توقعني تحت طائله القانون. حاجات كتير زي كده الناس ما تعرفهاش، ولذلك انا بقول لازم يبقى فيه توعيه للناس بشكل كويس جدا، في نفس الوقت متزامن مع صدور القانون. وبخصوص مشروع القانون ده هو بالفعل في مذكره كان صرح سياده النائب احمد بدوي من يومين ان هو قدم طلب استعجال هو وسياده النائب تامر الشهاوي لرئيس مجلس النواب باستعجال المشروع وحطه على قائمه اولويات المجلس، علشان المفروض الموضوع ده يبتدي يتحرك بشكل كبير الفتره اللي جايه. تمام. طب اسمح لنا، احنا بالفعل رجعنا واتصلنا مره اخرى بسياده النائبه مريان امير عازر، نائبه برلمانيه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. اعتقد ان الصوت كده افضل يا فندم. كنت بسال حضرتك عن ملامح القانون، ويمكن ضيفنا الدكتور وليد حجاج قال لنا يمكن نبذه عنه، ويمكن كنت بتساءل هل العقوبات رادعه ولا لا، واكيد يعني بوجه نفس السؤال لحضرتك من وجهه نظرك، هل العقوبات المقترحه رادعه ولا لا يا فندم؟ انا دايما بقول لحضرتك، انا لما اطلعت على القانون ده كان من سنه تقريبا اللي هو مشروع القانون، واعتقد انه ممكن الحكومه الفتره الجايه تقدم قانون، لان كان في مجهود معمول من وزاره الاتصالات برضه بهذا الصدد.
فلسه مش عارفه القانون اللي هيدخل اللجنه هيكون انه واحد. المرجح انه يكون القانون اللي مقدمه النائب الزميل تامر الشهاوي، ولكن انا مش فاكره البنود. ولكن اهم حاجه في القانون ان هو يكون رادع وفي نفس الوقت يكون منصف. هو الردع كويس، ولكن في بعض الأحيان ممكن يتسبب هذا الردع بظلم لناس تانية استخدمت كأداة في الهاكينج أو في يعني في سرقة حاجات معينة. فلا بد ان القانون ياخذ في الاعتبار كل هذه الاساليب علشان ما فيش حد يتظلم في الاخر، وفي نفس الوقت يبقى منصف للمستخدم العادي. طيب خليني اسال حضرتك عن سن المتعامل مع الانترنت. يمكن ضيفنا الكريم اتكلم ان انا الحقيقه ممكن اقع في جريمه الكترونيه نظرا للجهل بيها، انا ما عنديش اي معلومات عنها. فما بال حضرتك بقى ان احنا بالفعل عندنا قطاع ليس بهين من رواد التواصل الاجتماعي سن 10 و11 و12 سنه، هل برضه هو لو ارتكب الجريمه دي وهو مش عارف ان هي جريمه برضه توقع عليه العقوبه يا فندم؟ ولا ممكن نحميه؟ الجهل بالعقوبة لا يعفي من العقوبة. يعني دي لو في قانون موجود وانا مش عارف انه في عقوبة ليه، يعني هو مثلا حد سب حد وما يعرفش ان في حاجة اسمها سب وقذف، هي مش غلطة القانون، هي غلطة الشخص انه لا يعرف. فبالتالي القانون هيشمل زي ما قلت حاجات منصفة. بالنسبة للأطفال طبعا وضعهم مختلف في القوانين، فاحنا هناخذ في الاعتبار الشريحه العمريه، وحتى لو القانون فيه قصور من هذه الناحيه احنا برضو يعني لازم نتطرق فيها بصوره واضحه علشان في الاخر لما يجي تحصل مشكله ما نبقاش مترددين، طب ده طفل، طب ده مش عارف. كل الحاجات دي هتؤخذ ان شاء الله في الاعتبار في ملحوظات اللجنه لما يقدم القانون. أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. النائبة مريان أمير عازر مساعد وزير الاتصالات سابقا والنائبة البرلمانية حاليا، شرفتينا. طيب بما أنه سيادة النائبة اتكلمت يمكن عرضا عن موضوع السب والقذف، الحقيقة أنا بشوفه متكرر بشكل لو قلت يومي يبقى أنا الحقيقة يعني بهون من موضوع ده. أنا عايزة أقول حاجة كل ثانية، مش عارفة أقولها باللغة العربية ثانوي، لا مش ثانوي طبعا، ده هو يعني كل طرفة عين. طب الإنسان بالفعل اللي تم السب والقذف في حقه يحمي نفسه إزاي يا فندم؟ هو في البدايه لازم نبقى عارفين ايه التعريف بتاع السب والقذف، وانا لو قلت على حد ما بيفهمش كده معناها ان انا يعني بدر مني سب وقذف تجاهه ولا لا. فلازم يبقى في تعريفات واضحه للمفاهيم. حتى في مشروع قانون الانترنت لازم يبقى في تعريفات واضحه، ايه هي الجريمه وايه هي الجريمه الالكترونيه والتفاصيل بتاعتها علشان ابقى عارف ايه المفهوم. هل لو انا شتمته شتيمه عاديه من اللي احنا بنقولها في العادي بهزار بشكل ما، هل دي تعتبر سب وقذف؟ هي دي النقطه. فلازم نبقى عارفين ايه اللي يوقعنا تاني زي ما قلت لحضرتك، ايه اللي يحطنا تحت طائله القانون عشان نتلافاه. اما بالنسبه لسؤال حضرتك اللي كنت تساليه للدكتوره مريان عازر بخصوص الاطفال والكلام ده، اصلا سياسه المواقع بتاعه الانترنت بتاعه السوشيال ميديا مش من حق حد يبقى عنده اكونت اقل من 13 سنه. لكن الواقع في مصر دي مسؤوليه الاباء. دي مسؤوليه يعني حضرتك لو عربيه حضرتك بنتك ساقت العربيه وعملت بيها حاجه وهي معهاش رخصه علشان تحت السن، هتتحاسب ولا مش هتتحاسب؟ هي نفس القصه، جريمه. بغض النظر بقى لان المفروض دلوقتي مين اللي مسؤول عنها؟ ولي الامر. فولي الامر المفروض ده ما ينفعش. حصل حاجه بيتحاسب هو او بتحاسب البنت حسب بقى القانون ما بيمشي والقانون بياخد مجراه، بس ده ما يعفيش حد من المسؤوليه لان هي اصلا سياسه المكان كده. وحضرتك بالمناسبه يعني لو في اكونت بتاع طفل وحضرتك عارفه ان ده طفل تقدري تعملي فيه ريبورت ان ده اكونت طفل. المكان بتاع لو اقل من كام سنه؟ 13 سنه. لو اقل من 13 حضرتك شايف حتى سن 13 مناسب؟ بالنسبه لهم بره هو مناسب، بالنسبه للناس دي متعوده على التكنولوجيا وبتتعامل مع التكنولوجيا بشكل غير عندنا. احنا ما زلنا هنا في مصر بنفتقد لقصه التكنولوجيا المناسبه للعصر اللي احنا فيه. يعني حضرتك اتفرجي كده على المناهج والكتب وماده الكمبيوتر عندهم في سن ابتدائي بيبقى عامل ايه، وفي سن اعدادي اخباره ايه، وفي ثانوي اخباره ايه. ده مؤخرا الكمبيوتر بقى من ضمن المجموع، ما قبل ذلك ما كانش من ضمن المجموع وكانت ماده ثانويه ما حدش بيعترف بيها. وبرضه من هنا انا بوجه رساله ان معظم المدارس في الوقت الحالي اللي انا بكلم حضرتك فيه ده تفتقد لمدرسين كمبيوتر في المدرسه، وبيعتبروا ماده الكمبيوتر على الرغم انها في المجموع في الاعدادي ما بيهتموش بيها لان ما فيش حد يشرح الماده كويس، لان الماده مش عايزه مدرس كمبيوتر، دي عايزه مهندس كمبيوتر. لكن المحتوى نفسه يا فندم بيناسب الطفل. يعني في بعض المراحل التعليميه وفي بعض المراحل التعليميه بيشتكوا لدرجه ان هم بيكرهوا الماده. ما عشان بقول لحضرتك الماده في بعض المراحل التعليميه ماده الكمبيوتر لا تتناسب مع التكنولوجيا اللي احنا فيها، وفي بعض المراحل اللي بتتناسب مع الوقت اللي احنا فيه ما فيش الشخص المؤهل كويس ان هو يشرحها في المدرسه، فبتبقى ماده ثانويه او بيعتمدوا على مصادر خارجيه.
نرجع لقصه الماده العلميه نفسها بتاعت الكمبيوتر والتكنولوجيا. حضرتك الاطفال عندهم استعداد ان هم يتعلموا، بس مين المصدر الصح؟ مين يروحوا لمين؟ حضرتك لما بتتعبي بتروح للدكتور، الدكتور بيقول لك الدواء ايه اللي تاخديه. طب دلوقتي انا عندي مشكله كطفل عندي 10 12 13 سنه، هلجأ لمين اساله؟ فعشان كده بقول لازم يبقى في منبر لنشر ثقافه الامن المعلوماتي. حضرتك عندك سؤال ديني عايزه تساليه، عندك معلومه طبيه بترجعي لمرجع، بترجعي لكتاب، بترجعي لحد مصدر ثقه تاخدي منه المعلومه. ايه مصدر الثقه دلوقتي في حاجات الانترنت والسوشيال ميديا اللي الناس بتتبعه؟ حاجتين. اصل انا لقيت على الانترنت اصل مكتوب على الفيسبوك. لا، الفيسبوك دي حاجه معترف بيها كمصدر للمعلومه، اي حد ممكن يكتب عليها اي حاجه. الويكيبيديا نفسها اي حد ممكن يكتب عليها اي معلومات عن اي حد. صحيح. المعلومات اللي بتتجاب يقول لك انا جبتها من على الانترنت. ايوه، منين من على الانترنت؟ دخلت مكتبه، جبت كتاب مرجع قريته، سالت حد في جهه موثوق فيها؟ لا، كان مكتوب على المنتدى الفلاني بيقول كذا كذا كذا. طب بمناسبة ان حضرتك اثرت موضوع الحقيقة مهم جدا جدا، موضوع الحصول على المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. يمكن انا لاحظت في الفترة الأخيرة انه في صور بتنزل، بوستات كده بتنزل، ومفروض ان هي من مواقع شهيرة، يقول لك خلي بالك ده الموز تم حقنه بفيروس سي وفيروس الايدز، رغم ان احنا المفروض كلنا متأكدين ان هو ما بيتنقلش غير عن طريق الدم والاتصال الجنسي والى اخره. تمام. الناس بتفضل تعمل عملية شير وعملية بقى ايه، ذعر واخافه واثاره والى اخره. خلي بالك اوعى تاكل الموز ابو نقطه سودا، خلي بالك برضو ده انت هتحط العيش في الثلاجه هتعيو، هتحط الثوم في الثلاجه هتعيو، والناس تفضل يجي لها حاله من الوسواس. هل دي مقصوده يا فندم؟ بصي حضرتك، هي بنسبه كبيره جدا تفوق 60 70% هتلاقيها مقصوده. من مين بقى؟ في ناس يعني هدفها او غرضها اثاره بلبله في البلد. في جهات خارجيه وجهات داخليه هدفها انها تعمل دوشه في البلد، فتبتدي تعمل خبر، وبعدين عشان الخبر ينتشر بسرعه فتبتدي تستخدم فيه حاجه من اتنين. يا اما وسيله دفع فلوس على البوست، فالبوست ينزل على الانترنت في اماكن كتيره جدا جوه الفيسبوك كنوع من انواع الدعايه زي ما حضرتك بتعملي دعايه المنتج، او بان انا بيكون بالفعل في شخص من الاشخاص اللي موجودين معايا في الجهه او في المكان ده قدر يستولى على حسابات اشخاص. فالحسابات اللي انا خدتها من الاشخاص دي ابتدي استخدمها بروج بيها. ودي فكره برضو تخلينا نقول ان دايما السرقه مش عشان فلوس. انا ممكن اسرق حساب علشان استخدم الحساب ده في نشر اشاعه، ولو اتقفل مفيش مشكله، الحساب مش بتاعي اصلا. طب انا لو تحت ايدي 10 حسابات، 100 حساب، 200 حساب، هيحصل كده. الحاجه كمان اللي عايز اقولها لحضرتك، وده موقف كان برضو جديد بالنسبه لي النهارده، ودي حاجه حصلت النهارده مش من بعيد. احد الاشخاص في الفتره الاخيره معظم المشاهير ومعظم الناس اللي هي بابليك فيجرز او فنانين او كده حساباتهم بتتسرق. ليه؟ علشان عليها متابعين كتير. عشان حضرتك الحساب لما بيتسرق بيروح يتباع لشخص اخر، الشخص ده يوم ما هينزل عليه خبر، الخبر هينتشر بسرعه، لان عليه مثلا 30,000 مشاهد او 30,000 متابع. اول ما نزل الخبر ال 30,000 هيشوفوا الخبر، وبيجمع الحسابات دي ويروح يبيعها للشركات بتاعه الماركتينج او السوشيال ميديا على الانترنت. يعني حرامي بيسرق الحسابات من الناس المشاهير ويجمع 10 15 حساب ويروح يبيعهم. دي حاجه كانت جديده. يبيعهم بمعنى ايه؟ يعني حضرتك الحساب بتاعك عليه 30,000 متابع، تمام، اتسرق، حضرتك مالكيش اكسس على الحساب، فباخد حساب حضرتك واروح لشخص اخر اقول له بص انا تحت ايدي حساب عليه 30,000 متابع، هبيعه لك ب 3000 جنيه، ب 2000 جنيه، ب 500 جنيه، حسب هي عرض وطلب، اللي هو بيتقال عليها زي البلاك ماركت او الكلام ده. فبدي له 10 15 حساب. ال 10 15 حساب دول حضرتك لو نزلت عليهم خبر واحد تقولي فيه الشمس النهارده مش هتطلع، 30,000 40,000 شافوا الخبر. طب ما ده بقى بيدفعني اسال حضرتك، مين الجهه اللي بتتعمد تشتري الحسابات اللي بيبقى عليها كم متابعين كبير؟ اللي بيشتروا دول بيبقوا معظمهم شركات هدفها التسويق. يعني شركه بتسوق لمنتج، حضرتك عندك شركه بتبيع منتج، فانا جيت قلت لحضرتك انا عايز اسوق المنتج ده، فحضرتك تروح قايله لي كشركه انا هقدر اسوق لك المنتج ده ل 30,000 متابع مثلا في الشهر، 30,000 متابع في اليوم، 30,000 متابع في الاسبوع، ايا كانت الفتره الزمنيه والعدد. انا هسوقهم ازاي؟ في بعض الشركات اللي مش كبيره، طبعا انا مش بتكلم عن الناس الكبار، الناس اللي بتشتغل شغل كويس، في ناس بتبقى شغاله يعني زي ما بيقولوا بلغه السوق كده، يعني اي شغلانه كده على الطاير في السريع، فبيشتري الحسابات دي ويبتدي يسوق بيها لناس بس. يعني بيمثل مثلا ان الفنان الفلاني بيدعونا لشراء كذا بالظبط، حاجه ممكن تبقى حاجه كده، او بيغير الاكونت خالص، يعني ممكن يشيل صوره الفنان وصوره الشخص اللي موجود وبياناته ويغيرها ويحط ان ده منتج و30,000 او متابعين منتج. طب الحقيقه يمكن موضوع السوق السوداء في الانترنت تعبير جديد، يمكن من المرات النادره اللي بسمعها من حضرتك دلوقتي. زي ايه السوق السوداء في مجال الانترنت؟ بصي حضرتك، الانترنت اللي احنا بنستخدمها دي 1% من الانترنت على مستوى العالم. في 2 انترنت تانيين، ديب انترنت ودارك انترنت. ديب ودارك. ديب ودارك.
الديب والدارك دول عالم اخر، عالم اخر بمعنى الكلمه، هتلاقي عليه كل الحاجات الغير شرعيه الغير قانونيه، كل الحاجات اللا اخلاقيه موجوده عليها. تجاره اعضاء، تجاره بشر، تجاره مخدرات، تجاره اسلحه، كل الحاجات اللي مش كويسه حضرتك موجوده بتقول ده عليها. مش موجود عندنا؟ لا، اقصد ان الناس بتستخدمه مم. هو 1% من الانترنت. اما الحاجات التانية دي ما هي موجوده، حضرتك لو نزلت الادوات اللازمه، انا بس مش حابب اقول ايه الادوات اللي بتستخدم عشان تشغلي حاجه زي كده، بس لو حضرتك نزلت البرامج اللي تسمح لك انك تتصفحي الاماكن دي هتعرفي. الموضوع بسيط جدا وسهل. في برامج شغلتها انها تدخل حضرتك على الديب انترنت وعلى الدارك انترنت، متصفحات معينه مش المتصفحات العاديه بتاعتنا، لان اصلا المواقع دي ما بتبقاش دوت كوم ودوت اورج ودوت اي جي والحاجات اللي احنا نعرفها، بتبقى اكستنشنز تانية للمواقع وليها طريقه تانية في التعامل، بس طبعا هو مكان خطر. طب اسمح لنا، احنا معانا المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات. مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك معانا. اهلا يا فندم، مساء النور. يمكن لو حضرتك متابع الفقرة معانا، احنا بنتكلم النهاردة عن كيفية مواجهة جرائم الانترنت. علشان كده يمكن انا حابة ان اسأل حضرتك عن اهم واغرب كمان جرائم الانترنت اللي حضرتك رصدتها بالفعل في الفترة الأخيرة. معلش عايز السؤال لو سمحتي، الصوت بسأل حضرتك عن اهم واغرب جرائم الانترنت اللي حضرتك بالفعل قمت برصدها في الفترة الأخيرة. لا يعني احنا الحقيقه في جهاز قومي موجود في مصر هو اللي بيكافح جرائم الانترنت والهاكينج وكل الحاجات اللي بتحصل. طبعا الاستاذ وليد عارف هذا الموضوع، وده يعني جهاز تابع لجهاز تنظيم الاتصالات، وهم الطرف اللي بيتولوا رصد هذه القضايا بشكل عام. انا اقصد هنا يا فندم بتعبير رصدتها، يعني اطلعت عليها، عشان انا كنت واضحه في التايتل ان حضرتك الرئيس التنفيذي السابق للشركه المصريه للاتصالات، فانا هنا بقصد بتعبير رصدتها يعني اطلعت عليها. خليني اصحح. اتفضل يا فندم. ايوه، الفتره اللي فاتت كانت اغلب الجرائم بتبقى نوع من الهاكينج على مواقع شركات لتغيير بيانات او لسحب بيانات من على المواقع. والحقيقه ده موضوع في منتهى الخطوره، لان ممكن تبقى البيانات بيانات بنكيه، ممكن تبقى بيانات خاصه، ممكن يبقى يعني اي نوع من الاستعمال الخاطئ للبيانات دي فيما بعد. والفتره اللي فاتت في احد القضايا ان في واحد بيعمل تحويل خارج مصر، حصل هاكينج على الحساب بتاعه، اتاخدت بيانات وتم تحويل الى الحساب اللي المفروض يحول عليه الى مكان اخر وبنك اخر، وتم التحويل بمبلغ كبير. والحقيقه ان ده موضوع بيتم فيه التحقيق حاليا عشان معرفه مين اللي عمل كده، لانها بتبقى عصابات في الخارج هي اللي بتتولى هذه الامور. تمام. طب بتنصحنا بايه يا فندم؟ نحمي نفسنا ازاي؟ الحرص الشديد في الاستعمال، وزي ما كان بيقول الاستاذ وليد، المواقع اللي بيبقى ليها تعريف دوت اورج او دوت نت او كذا، الواحد لما بيجي له من حد بالذات في الخارج اي نوع من الايميل اللي بتقول له عيد الارسال على الموقع الفلاني او عيد الارسال على كذا، لازم يتحقق من الموقع اللي باعت له والايميل بتاع الشخص اللي باعته. يعني النهارده انا بحط اسم بنك معين او كذا في اسم موقع، ممكن ازود اس في الاخر، ممكن انقص حرف، ممكن يتم التلاعب في الاسم، وبالتالي الشخص المستقبل الايميل او للاكسس لازم يتاكد هو بيتعامل مع مين، بيتعامل مع انهي مكان، بيتعامل مع انهي موقع، ويكون في منتهى الحرص في هذا الموضوع. تمام. أنا بشكرك جزيل الشكر المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، شرفتنا. طيب حضرتك كنت بتستخدم يمكن وصف، ومش بس وصف لكن هو مسمى دقيق لأنواع من أنواع الإنترنت، حضرتك قلت الديب وأيضا الدارك. خليني أسأل حضرتك، هل الصفحات الخاصة بالتحريض على الإثارة، على العنف، على الإرهاب بتصنف ضمن الديب والدارك؟ لا، لأن هو الهدف منها إن أنا بنشر الحاجات دي وسط الناس الاكثر مستخدمي الانترنت، يعني اكثر الناس بتستخدم الانترنت، اكثر الناس بتستخدم الانترنت العادي اللي هو الدوت كوم والحاجات بتاعتنا العاديه الطبيعيه. اما الاماكن الثانيه دي فهي اماكن بيتم تداول عليها حاجات بتبقى بشكل غير شرعي. طبعا هي مش 100% بشكل غير شرعي، ولكن نقدر نقول تفوق 90% بشكل غير شرعي، اللي هي الديب والدارك. طبعا هي بالظبط كده حضرتك داخله حقل الغام، فانت ممكن حضرتك تبقي داخله بتتفرجي فيتم اصابه جهازك باي حاجه نتيجه خطا بدوسه دوستيها بكليك عملتيها في مكان ما. فانا لا افضل ان حد يخش مكان زي ده الا وهو عارف الموضوع.
تاكيدا لكلام الباشمهندس بخصوص موضوع الجهات اللي موجوده. احنا في مصر عندنا جهات كتيره جدا بترصد الاشخاص اللي هم بيقوموا باعمال سواء انتحال شخصيه، سواء استغلال، سواء نصب او كده، ومن اشهرها طبعا شرطه مباحث الانترنت. بخلاف ان احنا عندنا في جهاز موجود في مصر تابع لوزاره الاتصالات بيطلق عليه السيرت. السيرت ده بيقدم خدمات تامين امن المعلومات وخدمات تكنولوجيه لكل الشركات اللي شغاله في مجال الكوميونيكيشنز. الناس دي على طول بتعمل مؤتمرات وبتعمل يعني فعاليات بحيث انها وبتساعد الشركات على مدار ال 24 ساعه. اي حد عنده مشكله ليها علاقه بامن المعلومات بيتعاملوا هم معاه ضد مثلا الهجمات اللي بتحصل اللي بتوقع خدمات، ضد اي حاجه ليها علاقه بامن المعلومات وقطاع الاتصالات في مصر. دول الجهتين اللي موجودين اللي هي اللي بتساعد الناس واللي بتعمل محاضر وبتجيب الاشخاص اللي عملوا مشاكل. من ضمن المواقف اللي حضرتك كنت بتساليني عليها من شويه ومواقف الغريبه وبتسالي عليها الباشمهندس، انا شخصيا صادفني موقف غريب جدا لغايه دلوقتي انا ما عنديش ليه اي تفسير، اللي هو او ما عنديش تفسير ليه بدليل قاطع وقطعي. شخص من الاشخاص فوجئت ان هو المدام عنده بتتواصل معايا وبتقول لي ده فلان ده في حد جه خده من البيت، شرطه جت خدته من البيت الساعه 2 بالليل. باختصار عشان ما اطولش على حضرتك الموضوع، عنده حساب، الحساب ده اونلاين على احد المواقع اللي بيتباع عليها. حضرتك عندك حاجه مستعمله عايزه تبيعها، بتخش تحطي الحاجه بتاعتك. الحساب بتاعه، مش هنقول الشخص، الحساب بتاع الشخص ده باع جهاز تليفون صيني على انه جهاز تليفون براند من البراندات الغاليه. والشخصيه اللي اشترت الجهاز ده اكتشفت ان التليفون ده ما هواش اوريجينال ودفع فيه 13,000 جنيه. فراحت عملت محضر، لما تتبعوا بشكل او باخر قدروا يوصلوا ان الشخص ده هو اللي عمل كده. الحاجه الغريبه اللي في الموضوع اللي انا شفتها بعينيا، انا ما عنديش ليها اي تفسير، انا مش بتهم حد مش بوجه لوم على حد، بس الورق اللي كان موجود من ضمن المحضر اللي بيقول ان الشخص ده عمل كده ما هواش دليل قاطع ان الشخص ده عمل كده. والشخص ده لغايه ان هو دفع طبعا ال 13,000 عشان يخرج من الحبس. مش ما عندوش حته يروحها يقول لحد. ده برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايز اطرحها على حضرتك. واحد زي ده بيقول انه اتظلم، انا مش هنفترض صحه كلامه، انا ما بايدش كلامه وما بنفيش كلامه لان انا ما عنديش دليل لا يديني ولا ما يدينوش. يلجأ لمين عشان يثبت حقه؟ ايه الجهه اللي موجوده اللي يروح لها شخص زي ده يقول لهم والله انا حصل معايا 1 2 3 وانا كنت موجود في المكان الفلاني وعامل مكالمات ومكالماتي مثبوته على شبكه الاتصالات ان انا كنت في المكان الفلاني، ومع ذلك هو اتبهدل وحصل حاجات كتيره ضرته نفسيا ومعنويا. مفيش جهات في مصر بتعمل حاجه زي كده. طيب حضرتك قلت يمكن عرضا كده خلوا بالكم انتوا ممكن تعملوا لايك هنا ولا هنا يكون ده برضو وسيله للاختراق. بالظبط. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي في صفحه عجباني بالفعل بتلقى منها معلومات، لو انا عملت لها لايك او حتى عملت لها تتبع برضو ممكن اتضر؟ لا الصفحات لا، بس حضرتك لما تدوسي على حاجه انت عارفه بتدوسي على ايه. يعني حضرتك بتدوسي على لايك عادي جدا، بتعملي شير لحاجه مفيش مشكله، لكن حضرتك لما يجي لك مثلا صوره من شخص، الصوره دي انا مش قايل لحضرتك انا ابعت لك، مش اي حاجه تجي لك من الاخر، مش اي حاجه تيجي لحضرتك تفتحيها بحسن نيه. حقن البرمجيات الخبيثه بيتم مش في لينك بس، في صوره، في فيديو، في ملف صوت، في اي نوع من انواع الفايلات اللي حضرتك ممكن تكوني شايفاها عادي، ده اغنيه، ده فيديو. طب هختم مع حضرتك بنقطتين بس، يعني للاسف الشديد انا حالا بيقولوا لي ان الوقت بينتهي. هل كمان زي ما بيتم اختراق مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يتم اختراق حسابي على الواتساب، على الفايبر؟ ده بيعتمد ان حد داخل على جهاز تليفون حضرتك. يعني لازم اللي يخترق ده يخترق من خلال تليفون حضرتك، يبقى هو دخل اخترق تليفونك واي حاجه بتحصل على التليفون هو بيشوفها، مش هيخش. اصل الواتساب والفايبر دول على التليفون، اما الايميل والسوشيال ميديا دول على الانترنت، على سيرفرز اونلاين، فدول اخش عليهم في اي وقت. طيب السؤال الختامي المحتم، احمي ازاي موبايلي، احمي ازاي حساباتي؟ توعيه. ما هي دي بقى اللي مطلوب من حضرتك دلوقتي، وده اللي انا بعمله بالفعل على قد ما بقدر في كل مكان، التوعيه. طب وعينا ارجوك نحمي ازاي؟ بصي حضرتك لا تثقي في اي حاجه حتى لو فيديو عينيكي شايفاه، حتى لو انت شايفه ان الكلام ده حقيقي ما تثقيش فيه، لان كل حاجه بيتم التلاعب فيها. نمره 2، مش الاشتراك في مواقع كتيره جدا ملهاش اي لازمه لمجرد ان انا اشترك عليها. نمره 3، مش اي حضرتك حالا قلت لي ان ده مش خطر. لا، انك تعملي لايك او شير عادي، لكن انا سمعت البرنامج النهارده اسمه صراحه اروح داخل عليه، سمعت البرنامج اسمه نفاق اروح داخل عليه، سمعت البرنامج تواصل اجتماعي اسمه اكس اروح داخل عامل اكونت عليه، بدل مش هستخدمه ما اعملوش. الحاجه اللي حضرتك بتخش تعمل فيها اكونت تراجع حاجتين مهمين، ان الباسورد تبقى قويه، تخش على جزء السكيورتي والبرايفسي تراجع الخطوات اللي موجوده فيهم، لان اختراق حضرتك بيبقى سهل نتيجه ان الباسورد ضعيفه وما راجعتيش شروط الخصوصيه. الحاجه الثانيه، مش اي برنامج
اي حد يقول لحضرتك عليه تنزليه على تليفونك ويقول لك مجاني فيبقى مجاني. مفيش حاجه اسمها برنامج مجاني، في حاجه اسمها لازم هستفيد منك بشكل محسوس او غير محسوس، وممكن يبقى شكل حضرتك تقبليه او ترفضيه. فالموضوع مش ده فري والجيم ده ببلاش فيبقى ببلاش، لا، ممكن يبقى لمجرد انه بيشوف اهتمامات حضرتك اونلاين ايه والمواقع اللي بتزوريها ايه باغراض تسويقيه، وممكن يبقى باغراض تجسسيه. وحضرتك طبعا وقائع التجسس في الكام يوم اللي فاتوا دول كتير جدا وما اكثرهم، اكتر من 1,000,000 حساب على الجيميل والياهو كانوا بيتباعوا في الدارك ويب. السي اي اي تم تسريب معلومات على ويكيليكس بتقول ان هم عندهم ادوات بيخترقوا بيها التليفونات وبيقدروا يتابعوا اي نوع من انواع التليفونات. ففي جهات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، انتخابات بتاعه ترامب وروسيا والموضوع، فموضوع الاختراق ده يعني ملوش احنا نهايه. دلوقتي مش بنتكلم بس في اختراق، ده ممكن كمان الموضوع يوصل لدرجه اصطياد الشباب من على الانترنت. ده بيحصل بالفعل، اصطياد وتجنيد يا فندم؟ وتجنيدهم بيحصل يا وتجنيد. فندم، بيحصل فنخلي بالنا جدا يعني. بيحصل، ده بيحصل وبيحصل بكثره. اشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد حجاج، خبير امن المعلومات او الباحث في امن المعلومات ايضا وصائد الهاكرز، شرفتنا. اهلا بك، اهلا وسهلا. شكرا لحضرتك. وحالا مشاهدينا بعد الفاصل هنناقش مع حضراتكم ملف منظومه التامين الصحي الشامل الجديده.